السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. عارف اني متأخر كثير، المفروض انزلها في بداية رمضان لكن والله اشغال. على العموم انتم مشوها، كل عام وانتم بخير، ويلا تابعوا المقطع. بعض الناس في رمضان يتسحرون يعبون بطونهم لين تظل كالنازلة، وبعد ما يتسحرون ما يبغون يشربون مويه الا قبل الاذان بدقيقه واحده. اللي يضيع وقته على الجوال، واللي على البلاي ستيشن، واللي يشاهد التلفزيون، وقبل الاذان بدقيقه واحده يقولون يا ولد كم باقي على الاذان؟ باقي دقيقه. الله أكبر. تستاهل. منو اللي قال لك ما تشرب بعد مسحور؟ انت حطيتها في راسك الحين انك بتشرب مويه قبل الاذان بدقيقه واحده وبتقعد المويه في بطنك لين المغرب. لا يا حبيبي، هيا خليك تستاهل. وبعض البنات تنام الساعة 12 الظهر، تصحى الا على الفطور جاهز، واخذا جوالها وصورا في السناب وقالا تسلم يدي. ما هو لهم كذاب وانت طول وقتش؟ وهنا السب في رمضان. بعض الناس يسبون وهم صايمين، وقالوا بعد ما يسبون اللهم اني صايم. يا هو امشي الله غاثة. شوف الحيوان، شوف يا صوم يا اخي، خلاص صوم. اللهم اني صايم. صوم. لا يا حبيبي، اللهم اني صايم كلمة تنبيهية عشان تنبهك عن الكلام اللي انت جالس فيه. يعني الحين مثلا سبته قلت الله يلعنك كمثل، وبعد ما قلت هذه الكلمة قلت اللهم اني صايم. لا يا حبيبي، اللهم اني صايم هي كلمة تنبيهية فقط. ونصيحتي في رمضان لا تجلس عند هذه الحاجات، هذه وهذه، ايوه على وجهي عادي، وهذه، لانك لو جلست عندها وش بيصير فيك؟ يا ليه متى بيجي النشبه ذا؟ شوفها جاء. هيا يا اخي عجل علينا. الله معليش على التاخير يا عيال. صب توت ولا برتقال؟ توت. صب وانت توت ولا برتقال؟ برتقال. صب. وبعض الناس في رمضان اول ما يسمع الله اكبر، طبعا اذان المغرب، هنا يحسب خلاص هو الحين فاطر يسوي اي شيء في راسه. السلام عليكم. سلام بدري، كيف الحال؟ هلا طيبون. شو الاخبار وش العلوم؟ علوم ولا رياضيات؟ اشبه ترك صايم يا ولد. اللهم اني صايم بس. الله ما اذن. لا يا حبيبي، انت كذا يمكن افطرت. لازم تحط التمره في فمك وتقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، وبعد المغرب افلح لو تضربه. اعطى وضعيه جاكي شان، واعطى بوكس كذا وكذا وكذا. ونصيحتي للبنات لا تغسلون ومسحون بعد الفطور الا بساعتين، لان لو غسلتوها شويه الا دفعه ثانيه بعدها، وتعطونها وضعيه حياه الفهد. يوه وش هذا الطفش كل شوية غسيل؟ ما تفتك من هذا الغسيل. اوف، يعني لازم اسلي نفسي بغير من الطفش ده. حلم صار الملاك وشوفت الاحباب يبني عليك ما تسلمني. والله مرة اوف، اخيرا خلصت. لا يا زمن. والحاجه اللي فقع عن قلوبنا فواصل رمضان. خالد اقول لك طلقني. ماني مطلق. لا اقول لك طلقني الحين. طيب انت طالق. الحين يخسرون على كل فاصل ما يقارب مليون ريال. مليون؟ اي والله. طيب وش الفائدة وهي أول ما يجي فاصل كل واحد راح وقضى شغلته، وفيه ناس قبل الفطور بدقائق. هنا خلاص يبدأ الجنون، تبدأ السرعة، يبدأ السباق، يبدأ التنطيط. عطى واحدة على اليمين واحدة على اليسار. والله بس نام أجوانا أحكي لك. ما بيقعد عنك يا ولد، مشينا فقع لنا 3 دقائق. أما اي والله. يلا 200 لعيونك الحين. يلا. بسرعة يا ولد، اربط الحزام 200 لعيون الفطور الحين. عطها يا شنب عيونك.
ليه الحين تسرع عليه قبل الفطور؟ خلاص كلها الا سمبوسه يا شيخ، والله لا تلحقها. يعني بيفطرون اهلك ما بيبقول لك شيء؟ لا يا حبيبي، اهلك ينتظرونك على الفطور وانت معطيها 200. ليه؟ لو صدمت الحين وش الفائده؟ الله يهديكم بس. وبعض البنات في رمضان يسوون لك اشكال وانواع، سمبوسه دوائر، سمبوسه مثلث، مكرونه بشاميل، مكرونه دوائر، صواني حلا، اشكال وانواع. لكن تعال لها بعد رمضان قل لها سوي لي اندومي تقول ما اعرف. والان حبايبي ناخذ بكم جوله في السوق الشعبي بمحاي العسير ونشوف اراء الناس كيف استقبلوا رمضان وما هي الوجبه المفضله. ويلا حبايبي تابعوا بقيه المقطع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي الكريم منصور ناصر. ونعم والله. كيف استقبلت رمضان؟ والله استقبلناه بكل فرح ومستانسين بهذا الشهر، الله يجعله شهر بركة اللهم امين. ومغفرة ورحمة علينا وعلى كل المسلمين. اللهم امين. وش تبيعون هنا؟ سوبيا الخضري. الله يرزقكم. طيب وش الاكل اللي يفضل لك في رمضان؟ في رمضان تعرفون بالنسبة للسموس هذا شيء أساسي. اساسي اكيد. أساسي. تدخل عليه شوية شفوت، عليه شوية الكبسة ما عاد فيها، ما عاد يحتاج. كبسة على الفطور؟ والله بالنسبة لنا احنا كبسة سمعت. العافية. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. لازم تاخذ من عندنا سوبيا خضري. خلاص نعم. خضري يعطيكم والله يكفيكم ويتمنى لكم الخير والسعادة. اللهم امين. طبعا جانا هدية من الرجال الله يعطيه العافية ويرزقه. مجموعة شباب متعهدين ناخذ سوبيا الخضري المعروفة في المنطقة الغربية. شبه يوم لا في خلال فترة رمضان، ونوصلها للمنطقة الجنوبية أبها وخميس مشيط. احنا متواجدين في سوق أبها اللي مقابل بصرة، وفي شباعة في خميس مشيط، ونوفر السوبيا يوميا وطازة شبه يومي. عندنا مجموعة تقرب من السوبيا على خط الساحل، والمجموعة الثانية تقرب من خط الساحل إلى طلع للجنوب. وهذا هو تحياتي لكم، شكرا لكم. الله يرزقكم بالتوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام كيف استقبلت رمضان؟ استقبلناه بسرور. هاي العصير الطازج. الشرطة هذه المفضلة عندي. السلام عليكم. كيف استقبلت رمضان؟ والله استقبلناه بكل فرحة وش وجبتك المفضلة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كريم. أحمد عسير. موسى عسير. كيف استقبلت رمضان؟ صدر الرحلة. وش وجبتك المفضلة؟ والله انهم والله انهم برو. لا ما وجبة أساسية. حنيذ ما تاخذه؟ لا والله حنيذ يعني ما هو كل يوم. ايه بس ما هو كل يوم. سمبوسة والله لازم. يلا يعطيكم العافية. مرحبا واهلا وسهلا. مكرونه، مرقوق، جريش، خمير مفتوت، فته شاميه، إدام مشكل، باميه، حلبه، لحوح. مرحبا ابويا، تفضلوا. وعليكم السلام. شام. هاي العسير. كيف استقبلت رمضان؟ والله الحمد لله، في أول يوم تعبنا لكن الحمد لله اليوم ثاني يوم ما في تعب زي أمس، والحمد لله كويس. الحمد لله. وش وجبتك المفضلة في رمضان؟ والله المكرونة والمرقوق والجريش والخمير مفتوت وإدام مشكل وبامية وملوخية. الله يرزقك. وزي ما أنت شايف هذا الإدام المشكل. الله. علي لحوح باقي فيه. ولحوح فيه ومكرونة فيه وحلبة فيه جريش. الله يرزقك. والحمد لله. وعندنا عملاء. عملاء. الحمد لله. الحمد لله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك بالتوفيق. صور يا ابا، صور مع ابو عبد الله. صور مع ابو عبد الله. اللهم امين. وتقبلناه بروح طيبة إن شاء الله. والله ايش وجبتك المفضلة في رمضان؟ والله اللي وعد بربي نحمد الله ونشكره على موجبها. الحمد لله على كل حال. ناخذ شربة وناخذ لحوح، ناخذ اللي وعد بربي. الله. وش عندك هنا؟ عندنا أنا شربة وفي لحوح، في بحيثة، في
الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ويغليك يا غالي. والى هنا حبايبي وصلنا لنهايه الحلقه، ان شاء الله نالت على اعجابكم ورضاكم. اللي حاب يضيفني على السناب هذا هو سنابي وهذا هنا انستغرامي، فتابعوا الانستغرام حقي. اذا ما عليكم امر خذوا لفه على الحساب في مقاطع ان شاء الله تعجبكم، لايك فولو كومنت جميل كجمالكم. ولا تنسون حبايبي لايك سبسكرايب شير، وفي امان الله. كواليس